لو بتحبي صوص التومية وبتخافي يبوظ منك او عملتيه وفشل منك قبل كده، في الفيديو بتاع النهاردة هعرفك كل تريكات التومية المظبوطة زي بتاعة المطاعم بالظبط. وكمان هنعملها بطريقة كده اقتصادية، مش مكلفة خالص، تنفعك بقى كده مع سندوتشات الشاورما، تنفعك مع المشاوي عموما، بجد تحفة كريمية والنتيجة بتاعتها مظبوطة 100%. هاتي بقى كده كوباية مية، طبعا لو انت حابة تضعفي الكمية هتزودي كل المعايير اللي احنا قلناها. كوباية المية بتاخد معلقتين كبار هرميين من النشا. المية باردة، مية عادية من الحنفية، طبعا بندوب النشا كويس جدا قبل ما نرفعهم على النار. ايدينا فيها بقى علشان ما تعملش مننا اي تكتلات، طول ما هي على النار ما تسيبيهاش خالص، افضلي دوبي فيها كده لغاية ما هتلاقي عملت صوص متماسك، عايزينه اتقل من المهلبية زي ما هوريكي كده بالظبط. بالظبط كده، هو ده القوام المطلوب. بنسيبها بقى لغاية ما تبرد تماما، هتلاقيها بقت عملت تكتلات بالشكل ده. في الخلاط بقى او بالهاند بلندر، يفضل بلاش في الكبة. بننزل بالنشا اللي برد معانا، ننزل عليهم كمان بكوباية من الزبادي او معلقتين كبار مليانين من الزبادي على الكمية دي. وبننزل عليهم كمان بقى بالثوم. وفي بقى تركة دي من عندي بتظبط جدا معانا التومية، معلقتين كبار من المايونيز. لو مش هتحطي مايونيز يبقى هتحطي معاها زيت. المايونيز هنا بيغني عن الزيت والنتيجة بتطلع مضمونة 1000000%. بنظبط الملح وبننزل كمان عليهم بمعلقة خل وفصين 3 من الثوم وبس كده. نرفعهم بقى، اضربي في الخلاط، لقيتي القوام تقيل قوي معاكي، ممكن تزوديها بالحليب، بتطلع بالنتيجة دي بجد كانت تحفة. حابة تعملي كمية وتحطيها في برطمان وتحفظيها في التلاجة، حابة تعملي حبة كده على قد الأكل، بجد هتنفعك في حاجات كتير. أنا عاملة الفيديو بتاع الشاورما السوري، الفيديو كامل هتلاقوه عندكم على القناة، بالعيش التورتيلا بالشاورما بالخيار المخلل السريع. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.